تخيل معايا انت فايق مع الصباح، كتهز التليفون باش تشوف ستوريات ولا تدخل الواتساب، والو. كتجرب الويفي، والو. كدير الداتا، والو. كتمشي تشعل التلفازة، السينيال طايح. كتحل الشرجم، الناس مخلوعة، الأبناك حابسة والمطارات واقفة. واش هاد السيناريو ديال أفلام الخيال العلمي ممكن يولي حقيقة بسبب إيران؟ واش بصح إيران قادرة تقطع الانترنت على العالم كامل وتخلينا نرجعوا للعصر الحجري في دقيقة واحدة؟ واش هادشي عنده علاقة بكابلات البحر اللي دايزة من جهتهم، ولا هادي غير بروباغندا سياسية؟ اليوم غادي نفككوا هاد اللغز. جيب كاس داتاي، ركز معايا مزيان، وإلا كنتي أول مرة كتشوفني ما تنساش لايك وسبسكرايب، حيت هاد الحلقة غطير لك النعاس من عينيك. باش نفهموا القصة خاصنا نعرفوا باللي الانترنت في العالم ماشي سحاب طاير في السماء كيف كيسحاب لبعض الناس. الانترنت هو عبارة عن خيوط غلاظ بزاف دايزين في البحر كيربطوا القارات ببعضياتهم. دابا المشكلة فين كاينة في واحد النقطة جغرافية سميتها مضيق هرمز وباب المندب. هاد المناطق هما القلب النابض ديال التجارة العالمية، ولكن الأهم من هادشي هما العصب ديال الانترنت اللي كيدوز من آسيا لأوروبا ومنها لعندنا المغرب وإفريقيا. إيران بموقعها الاستراتيجي كتطل مباشرة على هاد الممرات، والتقارير الأخيرة بدات كتهضر على أن أي صراع عسكري كبير في هاد المنطقة يقدر يخلي هاد الكابلات هدف سهل. بزاف ديال الناس كيقولوا إيران دولة محاصرة، منين غتجيب هاد التكنولوجيا؟ هنا فين خاصنا نفيقوا. إيران ماشي غير دولة ديال البترول، هي واحدة من أقوى الدول في العالم في الحرب السيبرانية سايبر وورفير، وعندهم جيش إلكتروني اللي يقدر يخترق أنظمة معقدة في أمريكان وإسرائيل. ولكن واش يقدروا يقطعوا الخيوط لتحت البحر؟ الغواصات الصغيرة. إيران كتمتلك أسطول ديال غواصات غدير الصغيرة اللي تقدر تنزل لأعماق معينة وتخرب الكابلات بلا ما يعيق بهم حد في البداية. الوكلاء في المتوسط وباب المندب، بلا ما ننساو الحلفاء ديالهم في المناطق الحساسة اللي يقدروا يديروا عمليات تخريبية بسيطة ولكن مفعولها كارثي. دابا انت كتقول انا مالي ومال ايران، انا في المغرب بعيد عليهم. اجي نصدمك، الانترنت شبكه وحده. الا تقطع كابل SMW4 اللي كيدوز من جهه الشرق الاوسط، راه الضغط كامل غيولي على الكابلات اللي جايه من الاطلسي. النتيجه الانترنت غتولي ثقيله. الخدمات ديال جوجل وفيسبوك ونتفليكس يقدروا يوقفوا تماما حيت السيرفرات ما غيبقاش يوصلهم الرد. والاخطر المعاملات البنكيه الدوليه غتحبس، يعني الخلاص بالكارت ولا التحويلات غيوليو من الماضي. يا سيدي، نكملوا هاد الفيلم اللي قدر يولي حقيقة. وصلنا لواحد السؤال كيحير كاع الخبراء، واش ميريكان والعالم غيتفرجوا في إيران وهي كتقطع العصب ديال الحياة في هاد القرن؟ شوف، ميريكان ماشي غبية، هما عارفين باللي هاد الكابلات هما الذهب الجديد. داكشي علاش كاين اللي كيتسمى بالدارك فليت أو الأسطول الشبح، اللي الخدمة ديالو هي مراقبة أي تحرك غريب تحت الماء. ولكن إيران ذكية في هاد اللعبة، هما ما بغاوش يديروا حرب مباشرة، كيسميوها الحرب الهجينة هايبريد وورفير. يعني يقدر يوقع عطب تقني في كابل معين وتخرج إيران تقول أنا خاطيني يمكن شي باطو جر الكابل بالمرساة ديالو، وكتوقع بزاف. غير هو الحاجة اللي خاصك تعرف هي أن أمريكان بدات كتوجد البديل اللي هو ستارلينك ديال إيلون ماسك، الانترنت ديال الأقمار الصناعية. ولكن واش هادشي كافي باش يعوض كابلات كتهز تيرابايتات ديال المعلومات في الثانية؟ الجواب هو لا، مستحيل حاليا. هنا غنكشف ليك واحد السر بزاف ديال الناس ما عارفينوش. إيران سنين هادي وهي خدامة على مشروع سميتو الشبكة الوطنية للمعلومات، أو اللي كيسميوها الانترنت الحلال انترانيت. علاش داروا هادشي؟ إيران موجده راسها النهار اللي غتقطع فيه على العالم أو العالم يقطع عليها. هما بناو سيرفرات داخلية، يعني المواطن الإيراني يقدر يدخل البنك ديالو، يشوف المواقع الحكومية ويتواصل مع عائلته داخل إيران بلا ما يحتاج الخيوط اللي دايزة في البحر. هادشي كيعطيهم الأسبقية، يعني هما يقدروا يطفيو الضوء على العالم ويبقاو هما شاعلين الضوء في دارهم. هذه هي القوة الحقيقية. أنا نقد نضرك ولكن انت ما تقدش تضرني حيت انا ساد عليا بابي. اجي نحسبوها بالمنطق. الا تقطعت الانترنت، الصين غتاكل الدق حيت التجاره ديالها كلها اونلاين. اوروبا غتدخل في كريز اقتصاديه ما شافت بحالها من الحرب العالميه الثانيه.
المغرب ودول شمال إفريقيا حنا مرتبطين بزاف بالكابلات اللي جاية من مارسيليا وجبل طارق. أي خلل في منطقة الشرق الأوسط غيدير لنا البلوكاج في السيستم كامل. الخاسر الأكبر هو أنت وأنا. تخيل غير نهار واحد بلا يوتيوب وبلا ما تعرف شنو واقع في العالم غيولي عبارة عن جزر معزولة. واش هاد الشي غيوقع غدا؟ الخبراء كيقولوا باللي هاد السيناريو هو الخيار الأخير أو nuclear option رقمي. إيران ما غديرهاش إلا إلا تحطات في زاوية ضيقة بزاف، حيت حتى هي غتخسر علاقاتها مع دول حليفة بحال الصين وروسيا اللي كيحتاجوا هاد الإنترنت. ولكن مجرد وجود القدرة عند إيران باش دير هاد الشي كيخلي القوى العظمى كترعد، حيت الحرب ما بقاتش غير بالقرطاس والمدافع، ولات بمقص تحت البحر يقدر يوقف كوكب الأرض كامل. دابا انت كتسمعني وكتقول صافي مشينا فيها، ولكن بلاتي واش كاين شي طريقة نحميو بها راسنا إلى إيران أو أي دولة أخرى قررت تطفي الويفي على الكوكب؟ الخبراء دابا كيهضروا على السيادة الرقمية، تعدد المسارات. خاص الدول ومنهم المغرب ما يبقاوش معولين غير على كابل واحد أو جوج، خاص تكون شبكة عنكبوتية بصح، كابلات من الأطلسي وكابلات جاية من إفريقيا لتحت باش إلا تقطع الشرق يبقى الغرب خدام. تخزين البيانات محلياً local caching. خاص الشركات الكبار بحال جوجل وميتا يديروا سيرفرات ضخمة في كل بلاد باش وخا يتقطع الكابل البحري المعلومات اللي ديجا كاينة بحال الفيديوهات تصاور والمعلومات الأساسية تبقى خدامة وسط البلاد. وهنا فين كيدخل إيلون ماسك اللعبة. الانترنت الأقمار الصناعية ساتلايت انترنت هو الحل الوحيد اللي ميكانيكيا ما يقدر حد يقطعه بمقص تحت البحر. إيران براسها خايفة من هاد ستارلينك. علاش؟ حيت إلا قدروا الناس يوصلوا الانترنت من السما كاع داك الحصار الرقمي اللي باغا ديروا إيران أو غيرها غيولي والو. ولكن المشكلة فين كاينة هي أن هاد التكنولوجيا مازال غالية ومازال ما تقدرش تهز الضغط ديال ملايير البشر في دقة واحدة. بيني وبينكم ماشي باش نخلعكم ولكن باش نفيقكم، حنا ولينا مدمنين ومرتبطين بزاف بواحد الحاجة اللي حنا ما كنملكوش السوارد ديالها. تخيل غير البيتكوين ديالك، فلوسك في التطبيقات، خدمتك اللي ريموت، كل شي معلق بخيط حل البحر. هاد الشي كيعلمنا باللي خاص ديما يكون عندنا بلان بي. واش عندك شوية الكاش محطوط للضرورة؟ واش عندك كتب أو معلومات أوفلاين؟ واش كتعرف تعيش بلا جي بي اس؟ في الآخر واش إيران غادي تقطع الانترنت؟ الجواب المنطقي هو صعيب بزاف ديرها بشكل كامل، حيث غتكون انتحار سياسي واقتصادي ليها قبل العالم. ولكن مجرد أنها قادرة تهدد بهذا الشيء كيبين لينا شحال العالم ديالنا هشيش. حنا دابا عايشين في حرب باردة رقمية، والخيط اللي رابطنا بالعالم يقدر في أي لحظة يولي هو السبب في العزلة ديالنا. انت اللي كتفرج فيا دابا قل لي في لي كومونتير، الا انت غدا ولقيتي الانترنت مقطوعه في العالم كامل شنو هي اول حاجه غديرها، ومن شحال تقدر تصبر بلا كونيكسيون. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم باش يعرفوا شنو واقع تحت الماء، ولايك. وإلا عجبكم هذا ستيل ديال الفيديوهات قولوها لي في لي كومونتير باش نديروا اجزاء اخرى على حروب المستقبل. تهلاو.